السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين وبأسعد حال ان شاء الله. نصلي كده على النبي يا جماعة. واللي ما اشتركش معانا ياريت يشترك معانا في القناة ويفعل معانا زر الجرس للكل عشان يوصل له كل جديد مني ان شاء الله. وطبعا ما تنسونيش باللايك الجميل بتاعكم والتعليق الجميل، وتعملوا لي سبسكرايب علشان يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله. النهارده بقى نعمل القرنبيط بطريقة جميلة جدا 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 وهتاكلوا صوابعكم وراها. طبعا بقى وداعا للبيض وغلاء البيض. وطبعا بقى كنا الاول بنعمل قرنبيط بالبيض ونجيب بقى 6 7 8 بيضات ونعمل بقى معلقتين دقيق ونحط القرنبيط فيه. لا طبعا ما عادش في الكلام دوت. هنعمل النهارده خلطه انا مسميها الخلطه الجباره. هنعمل بقى القرنبيط، والقرنبيط هيبقى معانا جميل جدا وهتحبوه. انا هنا طبعا جايبه قرنبيطه ومقطعاها وسلقاها زي ما انتم شايفينها كده. وعندي هنا معلقتين كبار من الخضرة او معلقة كبيرة من الخضرة، اي نوع خضرة بقى، كزبرة، بقدونس، اللي موجود عندك. وعندي بيضتين ومرقة دجاج. وعندي هنا بديل المية، انا عاملة صلصة طماطم بحيث ان هي تدي القرنبيط لون محمر وفي نفس الوقت الطماطم تدي طعم. وعندي فلفل اسمر وكمون والملح. انا جبت هنا بقى البولة بتاعتي ونزلت بمعلقة كبيرة من الدقيق ومعلقه صغيره من النشا. طبعا النشا عشان يدي قرمشه للقرنبيط ويطلع معاكي مقرمش وجميل. وهنزل هنا بقى بدل ما طبعا ما ننزل بالميه، قلنا عملنا صلصه الطماطم بحيث ان هي تدي طعم وتدي لون في نفس الوقت. في معظم الناس بيعملوا بيحطوا بابريكا في الخلطه، فانا طبعا مش عايزه احط بابريكا عشان ما تغيرليش طعم القرنبيط. وفي نفس الوقت انا قلت اعمل صلصه طماطم هتدي طعم وفي نفس الوقت هتدي شكل جميل جدا ولون حلو جدا للقرنبيط بتاعنا. طبعا زي ما انتم شايفين كده بالمضرب اليدوي انا خلطت ال الدقيق والنشا مع صلصة الطماطم بتاعتنا زي ما انتم شايفينها كده كلها طبعا مع بعض. ونزلت بالخضرة بتاعتنا علشان برضو تدي طعم معانا. انا عايزه اقول لكم الخلطه دي كانت طعمها جميل جدا، يعني تتاكل اكل كده بس لوحدها من غير قرنبيط. وهنزل واضرب بالمضرب كده كويس. وهننزل بالبهارات بتاعتنا بالملح وبالفلفل الاسمر. وهننزل بالكمون. وهنضرب المكونات دي كلها مع بعض. طبعا انت عايزه بقى خلطه الجباره دي بقى تحطي فيها جميع البهارات اللي انت عايزاها. عايزه تحطي بقى توم باودر، بصل باودر، بابريكا، تحطي شطه، يعني بصي اعملي ما بدالك. بس انا حطيت البهارات اللي موجوده عندي، فانا ما حبيتش برضو احط بابريكا. انا عملت طماطم بديل البابريكا عشان اللون وفي نفس الوقت الطعم. طبعا عندي هنا مرقه دجاج دي اختياري، معظم الناس ما بتحطهاش بس انا بحب احطها. انا عايزه اقول لكم ان بتدي الخلطه الجباره ديت طعم جميل جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده قلبت كله مع بعضه. اخر حاجه هنزل بيها طبعا في الخلطه بتاعتي البيض. البيض بتاعي. بصوا بقى يا جماعه، انا عايزه اقول لكم على حاجه بقى كده بقى واحنا بنشتغل كده في الخلطه الجباره. في ناس كتير بتشوف الفيديو بتعمليش لايك، مش عارفه بقى بتنسى ولا هي قصده ولا ايه بالظبط. يعني اللايك مش هيخسرك حاجه لما تعملي لايك علشان الفيديو يعلى معايا وغيرك يشوفه. ده لو حتى استفدت مني لو بمعلومه واحده غيرك يستفاد وتعليلي الفيديو بتاعي، يعني مش هتخسر حاجه ولا يخس عليك حاجة. في ناس كتير بتخش تشاهد لي الفيديو من غير ما بيعملوا لايك، يعني مش هتخس يعني ولا هيجرى حاجة. ولا انت ما بتحبنيش او انت ما بتحبنيش عشان تعملي لي لايك. فيا ريت يعني انتوا تخشوا تتفرجوا على الفيديو ما تنسونيش باللايك، لان بجد بجد انا بعمل الفيديو انا تعبانه. فقدروا حاجه ومجهود زي دوت وتعب زي دوت، وسيبوا لي تعليق جميل منكم كده في التعليقات وشجعوني علشان اكمل فيديوهات. انا هنا بقى جبت بوله تانية وحطيت فيها معلقه من كوبايه من الدقيق من اللي هي الصغيره بتاعه القهوه. ونص كوبايه القهوه اللي انا عملت فيها الدقيق نزلت بيها بنصها نشا وقلبتهم في بعض زي ما انتوا شايفين كده. هننزل بقى بالقرنبيط بتاعنا. طبعا انا مسكته بشوكة عشان ايدي ما تتعكش. نزلت كده بقى بالخليط. شايفين الخليط بتاعي ولا سايب قوي ولا تقيل قوي. يعني انت تنزلي قطعة القرنبيط الخليط يفضل في قطعة القرنبيط زي ما هو، ما ينزلش منها، ولو سايب قوي هينزل منها فطبعا القرنبيط مش هيبقى له طعم. فانا دلوقتي بعمل بقى الكفر الخارجي اللي بره القرنبيط زي ما انتم شايفين كده بالدقيق والنشا عشان يدينا قرمشه. هخلص بقى الكميه وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده انا عملت 3 قطع. هنكمل بقى الكميه
وانا هنا جبت بقى الطاسه، طبعا بيبقى فيها زيت غزير جدا، انا زعلانه على الزيت ده، الزيت غالي بس اعمل ايه، يلا مش مهم. فدا القرنبيط. عايزه اقول لكم القرنبيط ده حياتي جدا يعني، وطعمه جميل جدا. هو خد اللون الذهبي معانا اهوت. بس بسمعكم كده بقى القرمشه، طبعا انتم مش سامعينها، صوتي مغطي عليه. وطعمه جميل جدا وطريقته حلوه جدا، والطريقه دي هتحبوها. ودعا بقى الغلاء البيض بقى وهنعمل اضراب للبيض. كل اللي نحتاجه بيضتين اتنين، عايزه تزودي تلاتة او اربعة ده براحتك برضو اختياري. وشايفين القرنبيط على جماله وعلى حلاوته، عايزه اقول لكم طعمه جميل جدا وسخن اهوت بقى. اتفضلوا معانا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ويا ريت يا ريت فضلا يعني ما تنسونوش باللايك، وتعملوا له تعليق جميل. واشوف وشكم بخير، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.